ما نبدأ الملخص بالنسبة للجزء اللي قبل ده هتلاقوه في أول تعليق مثبت. وبالنسبة لاسم الأنمي اسمه الحبيبة المستأجرة. هنا ميزوهارا قاعدة جنب جدتها وبتفتكر كلام كازو لما قال لها هو انت راضية بده ان احنا نفضل مخبيين على جدتك، وبتقول مع نفسها ده بجد واحد غبي اصلا مفيش حاجة تتقال. وبتقول يمكن تكون سمعاني بس لو سمعتني اكيد هتزعل. وبتقول خلاص ده الخيار الانسب، وبتعتذر منها علشان ما شافتش فيلمها وهي بتلمع في الشاشة. هي عملت كل جهدها بس بتقول مع ذلك ما نجحتش ولا يمكن ما عملتش جهدي، علشان كده بترجع تعتذر منها وبتعتذر حتى من جدها علشان ما شافش الفيلم بتاعها. هوب بيجي كازو طبعا هنا بتستخبى علشان تمسح دموعها، وبتقول له هو انت ازاي دخلت فجأة كده؟ هو انت مش سامعني ولا ايه؟ انا بتكلم معاك. وطبعا مش بيرد عليها وبتقول له كده انا بزعل، وكمان جدتي هنا على الاقل احترم جدتي. وطبعا هنا بيكون مشغل لها الشاشة علشان جدتها تقدر تشاهد الفيلم بتاعها، وبيسيبها ويروح. زهرة بتتفاجئ بتروح عند جدتها وبتحضنها، بتفضل تعيط وتقول لها ممكن ما تسيبينيش، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. هنا جدتها بتفتح عينيها، طبعا ميزوهارا بتجيلها الصدمة. جدتها بتفتكر لما كانت صغيرة ميزوهارا قالت ان هي هتبقى ممثلة وهتكون بنت لمعة في الشاشة مفيش حد زيها. وطبعا جدها هو اللي شجعها وقال لها كملي حلمك واكيد هيتحقق في يوم من الايام. وابتدوا يتفرجوا مع بعض. هنا بتبص على جدتها وبتلاقيها ان هي خلاص ما قدرتش تكمل الفيلم، اتفرجت منه بس اول جزء 10 دقايق وقالت اكيد ما قدرتش تتحمل، بس هي اكيد مسألة وقت وهتصحى. هنا كمان بترجع تفتكر كلام كازو لما قال لها هو انت راضية بالكلام ده، وبتقول هو انا ليه بفكر في الكلام ده اصلا، بس مش بتقدر تفكر غير في كلام كازو لما قال لها هتفضلي في الذنب حياتك كلها وجدتك لو ماتت مش هتكون مستريحة. وبتقول مع نفسها انا بجد بحس بالذنب بس ده افضل علشان جدتي تبقى كويسة. وبتقول اصلا الممثلين بيعرفوا يكذبوا. وبتفتكر لما جدتها كانت بتخاف عليها ولما كانت بتيجي متأخرة بتفضل تكذب على جدتها، وجدتها طبعا كانت بتقفشها. هنا بتقول لها ميزوهارا الكذابين اصلا موجودين خصوصا الممثلين بيعرفوا يكذبوا، بس جدتها قالت لها اوقات الواحد بيضطر ان هو يكذب علشان يخبي حاجات ممكن تجرح التاني، بس انا بحب اللي يقول لي الحقيقة. هنا ميزوهارا بتقول لها اصلا انا ما كذبتش بس بهزر معاكي. وبترجع تفتكر كلامه كمان وبتفضل تعيط انا هعمل ايه مش عارفة اعمل ايه بالظبط. وبتقول لجدتها ممكن تقولي لي انا اعمل ايه. وبترجع كمان تفتكر كلامه وهتفضل تلف بينه وبين كازو ومش عارفة تعمل ايه. هنا جدتها بتصحى وبتلمس خدها. زهرة بتتفاجئ وبتقول لها حالا هنادي على الدكتور. هنا بتقول لها جدتها ما تروحيش، هو انت ليه بتعيطي؟ انت فعلا مخبية عليا حاجة. هنا بتفضل تعيط ميزوهارا وبتعتذر منها، بتقول لها انا فعلا كنت بكذب عليكي، بس طبعا بتفتكر لما قالت لها انت وكازو لايقين على بعض وشافت هي قد ايه بتحب كازو. هنا بتقول لا لو قلت لها اكيد هتزعل، وبتقول لها خلاص مفيش حاجه. بتقول لها لا يا ميزوهارا انت فعلا كذبت عليا وانا فهمت الكلام ده، انا حاسه بيكي على فكره، واي خيار انت اخترتيه انا موافقه عليه، عشان كده ما تضغطيش على نفسك. بتيجي تتكلم وبتقول لها اشياء قليله في العالم ده بنقدر نعرف اجابتها الصحيحه، علشان كده بناخد معارك في الحياه دي وبنتمسك في الاجابات علشان نقدر نستمر في الحياه دي ونعيش حياه جديده. وانت كبرتي علشان تبقي ست قادره تعيشي بالشكل ده وتحققي حلمك، وده كفايه بالنسبه ليا. على فكره انت كنتي في غايه الجمال. وبتشكرها علشان خلتها تشوف فيلمها في اخر انفاسها، وقالت لها انا بجد فخوره بيكي وفخوره بكازو كمان، ممكن تبلغيه شكري وقول له ان انا بجد مبسوطه. هنا بتقول لها انا بحبك وانت كنز بالنسبه ليا. بترد عليها ميزوهارا وانا كمان. يوم يا موري بتعرف تفضل تعيط وتصرخ بأعلى صوت وبتعمل حركات غريبه. كازو بيقول هي ليه بتعمل كده، ليه بتعيط بالشكل ده؟ وبتقول له هي اللي كانت فضلها من عيلتها واكيد دلوقتي ميزوهارا منهاره. بيقول لها طب ليه بتعيطي بالشكل ده؟ بتقول له انا اللي عارفه الشعور ده، ازاي تفقد شخص عزيز عليك، علشان انا لما مات الكلب بتاعي كنت هموت. بيقول نعم، هو انت بتقارني جدة ميزوهارا بحيوان؟ وبتقول له ما علينا، هو انت بتعمل ايه هنا، لازم تكون معاها. وبيقول لها هي دلوقتي في الجنازة وقالت دلوقتي مشغولة في التحضيرات. بتقول له نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بجد يمكن ما عندكش عقل، انت دلوقتي لازم تكون معاها على فكرة. بيفضل يبص كده وبيقول طب هي مش موافقة هعمل ايه؟ وبيقول انا اصلا بشك، انا اصلا عندي سؤال ممكن اسألك؟
بتقوله اتفضل، وبيقول لها هو الواحد يقدر يعيش لوحده يعني؟ بتقوله يا موري هو انت قصدك ايه؟ بيقول لها كازو لو النبي خلاص بلاش يمشي مخك بعيد، مش قصدي كده. بتقوله انت بجد غعبيت على فكرة، ومفيش حد يقدر يعيش لوحده خصوصا بنت. تاني يوم بيكون يوم العزا، وبيفتكر لما كانوا في المستشفى لما سألها عن جدتها عاملة ايه، مش بترد على سؤاله، وبتقوله انت بقالك وقت طويل هنا ما قدرتش تنام طول الليل علشان دلوقتي لازم تروح علشان ترتاح، وبتشكره على كل اللي هو عمله علشانها، وبيرد عليها خلاص هنا بتروح. وبيقول هي ازاي بتروح كأنه مفيش اي حاجة، وبيقول لها ميزوهارا ممكن تسمعيني؟ هو انت بخير؟ مش بترد عليه، وبيقول لها ايوه انا جارك، بس انا دلوقتي لازم اوقف جنبك علشان احنا في النهاية اصدقاء. بتبص عليه وبتضحك كده كأنه مفيش اي حاجة، بترد عليه انا بخير، وبتكمل طريقها. وبيقول ازاي هي راحت كده كأنه مفيش اي حاجة بعد كل اللي حصل ده، لسه بتكمل دورها كأنها الحبيبة المستأجرة. وبيجي هو وجدته علشان يعزوها. هنا جدته بتعزيها وبتقول لها اي حاجة تحتاجيها يا ميزوهارا تقدري تطلبيها مني. بتشكرها ميزوهارا. كازو بيفضل يبص على صورة جدة ميزوهارا وبيقول بجد الست دي ما كانش حد زيها، كانت ست طيبة، انا بجد دلوقتي هعيط. نعم. هنا بيفضل يبص على ميزوهارا وبيقول دي بجد قوية، وبتشكرهم ميزوهارا علشان وقفوا جنبها في الوقت ده. وبيرجع يبص عليها بيقول ميزوهارا بجد ما فيش زيها، كانوا ما حصلش اي حاجة. جدته بتقوله دي بجد قوية، مهما حصل معها بتكمل طريقها وبتكافح في الحياة دي. رد عليها عندك حق. وبيفتكر لما كانت قاعدة لوحدها وهي زعلانة، وكمان بتخبي دموعها وبتضحك كأنه ما فيش اي حاجة. هنا بيرجعوا البيت وبيقول بجد اليوم ده كان صعب جدا. وبيقول ميزوهارا دلوقتي اكيد هتكون قاعدة لوحدها، بجد مفيش اصعب من انه يموت حد عزيز عليك. بيقول دلوقتي هعمل ايه؟ مش عارف اعمل اي حاجة غير اني اقعد وافضل قاعد كده، مش قادر اروح عند ميزوهارا واقف جنبها. بس النهارده كانت زي بنت فولاذية، وجدتي قالت لي انت لازم تقف جنبها كونك حبيبها، بس علاقتنا مزيفة. وبيقول في الايام الاخيرة احنا كنا مقربين من بعض جدا، وكنت بحس باحساس غريب، بس اصلا كل ده بسبب الفيلم. وبيقول احنا اصلا مجرد اصدقاء. وبيقول خلاص المهم ان ميزوهارا تكون بخير، وانا مش عارف اصلا اعمل ايه. وبيفضل قاعد يتكلم مع نفسه، يفتكر نظراتها وهي مصدومة، وبيقول نظراتها مش زي اي نظرات بنت مش محطمة، علشان كده اكيد هي بتخبي جواها. بيبص على صورتها وبيقول دلوقتي هعمل ايه؟ قول لي يا ميزوهارا هعمل ايه علشانك؟ وبيفتكر كلام جدته لما قالت له بصفتك حبيبها لازم تقف جنبها. وبيفتكر كلام يا موري لما قالت له البنت مش بتقدر تعيش لوحدها. وبيقول دلوقتي هعمل ايه؟ البنت بتحب في الوقت ده ايه؟ بيفضل يبص في تليفونه بالبرامج ومن الكلام ده علشان يجرب حظه. وبيقول هجرب للمرة الأخيرة. ولحد هنا بيخلص الملخص. يلا سلام.